بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبعه هداه إلى يوم الدين. الفضيحة الكبرى، فضيحة طولان وريدة، فضيحة مع سبق الإصرار والترصد، فضيحة متعمدة من الجميع، الكل يشارك في هذه الفضيحة. اتحاد كورة ليس له في الكورة، لم يستطع التوافق مع المدير الفني لاتحاد الكورة طولان ومع المدير الفني منتخب مصر حسام حسن. اتحاد الكرة لم يستطع أن يفعل أي قرار ضد بيراميدز الذي رفض انضمام لاعبيه إلى المنتخبات، ولولا وليد الكارت الذي ميز بيراميدز وذهب المنتخب بلاده ما تنازل بيراميدز عن مروان حمدي الذي وصل البطولة مؤخرا. المخطئ رقم 2 هو حسام حسن الذي جعلها تحدي بينه وبين طولان وعدم التنسيق مع بعض. وبرغم من هروب حسام حسن من البطولة، مما أكبر اتحاد الكورة استعان براجل عجوز بيقول ما قالوليش إن دي بطولة بجد أو حقيقي، وقالوا إنها بطولة ودية حبية. المخطئ الثالث طولان نفسه الذي كان أمامه لاعبين مميزين بعيدا عن لاعبين المنتخبات، ولما يكون مدير فني جاي يلعب بطولة ويتحدى لاعب في الفريق مثل محمد شريف. والسؤال لماذا حضر محمد شريف المؤتمر الصحفي مع طولان؟ هل للاعتذار أم لرد كرامة طولان؟ سبحان الله، لما مدير فني يجبر لاعب على هذا في خطوة غير مسبوقة وفي مؤتمر صحفي، ولكن عقاب ربنا كان قاسي على هذا العجوز المتصابي. رجل جاي مدير فني للمنتخب، تشعر ان جاي للنزهة او اثبات الكرامة والشخصية بعيد عن الكورة، واي اساس للكورة لم نراها في البطولة او في المباريات الثلاثة. لعب 3 مباريات، لعب مباراتين، كل مباراة بتأخر بهدف وبيرجع، ولكن أراد أن يثبت شيء أفضل من ذلك المباراتين، ففضل الخسارة في المباراة الثالثة بثلاثية موجعة ومؤلمة للجهاز الفني واتحاد الكورة. ومن